مش فاهم ازاي الاهلاويه ليهم نفس يحتفلوا ببطوله السوبر دي وفرحانين قوي بيها وهم كاسبينها بضربه جزاء حرام. ضربه جزاء حرام، ما هم اللي جايبين البنا ده عشان يحسب لهم ضربه الجزاء ويجيب لهم السوبر، عشان الاهلي دي فرقه فاضيه. مش عارف ازاي جاي لهم نفس يحتفلوا ببطوله السوبر الحرام دي. هو انت يا ابني مش انسحبت من السوبر وخفت تيجي تلعبني وعملت فيلم ومسرحيه؟ مالك بتتكلم ليه؟ وبعدين ثانيه واحده بس، كره ايه اللي مش ضربه جزاء؟ هو لازم ياكلوا السوبر اسلام كده عشان تتحسب ضربه جزاء؟ وبعدين ما كان في واحده تاني لحسين الشحات ما اتكلمتش عليها ليه؟ وكان في المفروض طرد لعلي جبر وما اتكلمتش عليه ليه؟ انا مش فاهمك يالا، انت عايز ايه دلوقتي؟ هو ده اللي انت فالح فيه انت وكل اللي زيك، كلمتين وحافظينهم بترددوهم خلاص. مش عارف ازاي بتقبلوا المكسب الحرام ده يا جدعان. انا نادي الزمالك رغم ان بطولاتي ممكن تبقى قليله كلها بس كلها حلال. انا ما اعرفش اخد بطوله حرام زيكم. الحق يا زمالك، انتوا كسبتوا النهارده في كاس مصر وبروكسي كان ليهم ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس، اللعنه يحسبهم الله. مش ده برضه اسمه مكسب حرام ولا ايه؟ لا ده مش حرام، ده اسمه احتواء. وبعدين ثانيه